أنا ابن هذه الصحراء، وكلني ضعفاؤها لآخذ حقوقا منعت عنهم. ما استليت سيفي يوما إلا وعاد يقطر دما. يا قوم، انظروا هذا الخاتم في يدي. ما قصته؟ إنه لسيد في قومه أصابته فاقة، فما كان من أمره إلا أن ذبح كل أنعامه ليقيت قومه، فما بقي إلا هذا الخاتم الذي ورثه عن أسلافه. كان الملك النعمان بن المنذر قد أهداه لبعض أهله عندما جاءوا إليه، عرضه علي فلم ألقي له بالا. ولما استيأس منه سدته منه بدراهم معدودة، وقد عاينته في بعض أسفاري عند الصاغة، أقلهم سوما دفع فيه 5000 درهم. قلت في نفسي لما لا أحتفظ به بعدما لبسته وحسن في عين نسائي. ما حاجتكم؟ حقوقا منعتموها كثيرا من الناس، خلوا بيننا وبينها تسلمون بحاجتكم ودمائكم. نسلم بماذا؟ لا تفسدوا علينا ما نحن فيه. عودوا لأمهاتكم أيها الفتيان. أنجو بنفسك يا رجل. سكنت. انجو بروحك يا رجل. وي كفى. شباط، ناشدتك الله يا رجل، خلي بينهم وبين غايتهم. لا أريد لسيفي أن يقطر دما مرة أخرى. بل إن خنجري أحوج إلى ما قلت.
ما بك يا امرأة؟ ما الذي يشغل بالك؟ لا أدري. كأني نسيت قدر الأعشاب على النار. هيا لنغادر هذا المكان وبسرعة قبل أن يلحظنا أحد. ما دامت هذه الأجساد ملقاة هنا وقد وقع علينا دمها وعجزت أنفسهم عن عتق رقابهم، لا ضير إن أخذنا هذه القافلة فأحيينا بها من هم أولى منهم. وما الرأي عندك؟ تذهب أنت وشضاض إلى البصرة بالنقود وما يمكن بيعه، فلا حاجة لنا به هنا، وأسير أنا إلى مضارب القبيلة بالطعام والبر. أنلقي بنحورنا إلى التهلكة لكي ينعم غيرنا؟ أيكفيكما هذا؟ بلا يكفي. إذن هيا قبل أن يبزغ الفجر، وإن فرغت فسألحق بكما. هيا شضاض. مالك مالك، فلنكرم هذه الأجساد. هيا. أم مالك، يا أم مالك. هذا مالك؟ لم يعد بعد. ادخلي ارتاحي. لم يعد؟ لا بد أن يعود، سيعود. اطمئني، ادخلي ارتاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
هم من جنوا على أنفسهم. حذرتهم ولم يرتدعوا. هذا التاجر قتله بخله، قتله بخله. بربك يا أبا حردبة، ألم يكن حريا به أن ينزل عما طلبته منه؟ ألهذه الدرجة هانت عليه نفسه؟ أنا لست بقاتل، أليس كذلك؟ بالطبع لا، لست بقاتل. هون عليك يا مالك، فهو من هانت عليه نفسه. لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وشدي حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى رب هجمة أدافع عنها بالعقوق والبخل. صدق والله ابن الورد. قل لي يا مالك، أمصمم على الذهاب إلى البصرة؟ لا مفر لي من ذلك، فلا قدرة لي على مواجهة أبي وقد فعلت ما فعله به ابن الخشرم. كف عن مقارنة نفسك بابن الخشرم هذا، فهو فتاك وقاطع طريق، وأنت فارس شجاع دفعت عن نفسك وعن أصحابك لتطعم أهلك المحتاجين. خذ هذا، بيعه في البصرة، يعينك على ما أنت مقبل عليه. خذه يا مالك، خذه. قد اعتقت رقاب القوم يا أبا غالب. كان ذاك منذ زمن بعيد، ولا يقتصر عملي على قبيلتي. لم أقصد ما ذهبت إليه يا أبا غالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرية إلى أهل القرى ويطلب من قائدها أن يمسك إذا سمع النداء أو يفر إن لم يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقرأك ابن عامر السلام أن أبشر بالغوث. بعث إليك بقافلة صغيرة عليها ما يكفي من الطعام. يقول: مر قومك أن يلتحقوا بالأمصار، يكاثروا أهلها ويقاسموهم خيراتهم، يفك عجمة ألسنتهم وتقوى شوكة الإسلام بهم، ويردون كل طامح وطامع. فقد خبرناهم أهل بأس شديد. بلى والله، إن بلاد الأمصار بحاجة إلى مثل بني تميم. وقد كنت أشرت هذا في بعض أيامي على الفاروق رضوان الله عليه. رضوان الله عليه. ألفنا الصحراء وألفتنا، فيها نرعى إبلنا ونحدو تحت سمائها، لفحنا هجيرها، تلونا بألوانها، حتى أصبح أحدنا شاهدا على صاحبه. الله الله، يا لجمال ما قلت يا أبا غالب. متى تصل القافلة؟ غدا بإذن الله. اهدأ اهدأ. لا عليك.
سيكون كل شيء على ما يرام. اهدأ اهدأ. لأجل مصلحتك صدقني. شضاد اهدأ اهدأ. شضاد اسمع، دعك من هذا وامسك بهذا. ها هيا اهدأ 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 اهدأ. شضاد شضاد. إياك أن تعود لمثل هذا، إياك. جاء الغوث، جاء الغوث. الحمد لله، الحمد لله. هذا فقط ما بعثه الوالي إلينا، والله إنه لا يكفينا أسبوعا فقط. يا قوم، يا قوم، احمدوا الله، فلا سلطان لنا على الدولة، ولسنا الوحيدين الذين عانينا من الفاقة والفقر. وإني لمتأكد أن ابن عامر قد أرسل فوق استطاعته لنا، فاحمدوا الله. الحمد لله. احمدوا الله. الحمد لله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا بني، هل أخذ كل الناس حصتهم من القافلة؟ أجل، لقد بدأنا بأشد أهل القبيلة حاجة. والله لو جاءت الإبل قطارا لما وسعت القبيلة. استغفر الله العظيم، لا أعتقد أن هذا سيكفيهم لأسبوع. وما قصة أن توزع حاجات الناس ليلا كمن يخجل من فعلته؟ حاجات؟ أي حاجات يا أبتي؟ هذه. لا أدري من فعل ذلك ولا أعلم شيئا عن هذا. عندما خرجت لصلاة الفجر وجدتها أمام البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل، اجلس يا بني، اجلس. أفضلت يا عماه. زيد. نعم. لما وضعت لنا المزيد من البر؟ ألم تجد من هو أحق به منا؟ أي بر هذا الذي وضعته لكم؟ لقد وزعنا القافلة على الناس بالتساوي. أهو مثل هذا يا بني؟ نعم يا عماه، وجدته أمام البيت. لا أعلم شيئا عن ذلك. الله أعلم، ما جئت لهذا فقط. زيد، هل رأيت مالكا؟ مالك لم أره منذ يوم وفاة عمير. أحسبه قد غضب من كلام أبيه وخرج للصحراء كعادته. لقد رأيت أبا حردبة فاعتقدت بأن مالكا قد عاد. سامح الله الريب، لقد أغلظ لابنه في الكلام أمام الجميع. لقد أغلظ عليه يا عماه حتى يمنعه من ارتكاب معصية. كان الله في عون الناس. تالله إنها أيام ستذكرها القبيلة ولو بعد حين، حتى يقال ولد فلان سنة القحط. استغفر الله العظيم. ما بك؟ وكأن الطير تأكل على رأسك، أم أنك تتمثل مصيرك في هذا المكان؟ هيا، المكان يبعث في النفس الكآبة. هيا هيا. غويث، أمضي أنا فأبيع بعض حاجياتنا. ها؟ بهذه الأسمال وهذه الخلقة؟
ما أراك إلا كتب على جبينك لص سارق. معك حق يا خويس. ما العمل إذن؟ نشتري الملابس أولا ونخفي جرحك ثانيا، خويس، ونرى بعدها ما سيكون. ما لي أراك واجما هكذا؟ هل هم ثأر عندك؟ هل أغرت على بعض قوافلهم؟ تصرف وكأن شيئا لم يكن. هيا يا ولدي، إن كان لابد من قتالهم فلنقاتلهم، فنقتل منهم ما نستطيع عليه. تابع المسيرة فقط. هيا. الحمد لله. وصدق رسول الله: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صدق رسول الله، صدق رسول الله. والآن ائذن لي يا عماه. لما لا تمكث فينا يا أبا بحر؟ والله إن المقام بينكم طاب، وألاعيب الهوى ومطلب النفس طرقت كل باب، ولكن المغانم على قدر المغارم، فجبل النفس وحملها على ما تكره وصية نبينا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولكن متى الرحيل؟ أقوم لتوي إن شاء الله. على بركة الله. مالك؟ أهلا 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 بابن الغالي، كيف حالك؟ كيف شهيلة وكيف والدك؟ الحمد لله الحمد لله. خالي، أكنت تنوي السفر فأفرغت البيت من حاجياته؟ ما لك وللبيت الآن؟ فلتغتسل بينما أذهب إلى السوق وأحضر بعض الطعام. لا لا، سأذهب أنا لإحضار الطعام ثم أغتسل. سامحك الله يا ابن أختي، سامحك الله يا مالك. أنت تعلم أني أعيش وحيدا ولا يوجد لدي من يعد الطعام، لذا لا أحتفظ به في البيت. فلترتاح ولتغتسل بينما أذهب للسوق وأحضر الطعام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أمر بضائقة مالية وأريد بعضا من اللحم وأسدك فيما بعد. اعذرني يا أخي، لا أستطيع. أريد بعضا من الأرغفة وأسدك فيما بعد. لا أستطيع. بالمرة القادمة حين تركض احترس. سمعتني؟ سمعتني؟ حسنا، سأضغط عليها قليلا. هل تؤلمك؟ تؤلمك؟ قليلا. لا تخشي شيئا، يومان وسيكون بخير. هيا، مع السلامة. بوركتي يا أم مالك. مع السلامة. اذهب، اذهب مع أمك. خالي، لم لا تأكل؟ خالي، خالي، ما بك؟ عفوك يا بني، أقلت شيئا؟ قلت لم لا تأكل؟ لست جائعا، هذا كل ما في الأمر. كل أنت هنيئا مريئا. أراك مهموما ومنشغل البال، لعمري إن وراءك حدثا مهما. أكمل طعامك وسنتحدث فيما بعد. لن آكل قبل أن أعرف ما الذي ألم بك. إنها هموم الحياة. تركت الصحراء وقلت لنفسي لعلي أجد باب رزق وفير أفضل في البصرة، وآلت الأمور إلى أحسن حال والحمد لله. ولكن الطمع أعمى بصري وبصيرتي، فقررت أن أوسع باب تجارتي. اقترضت مبلغا من تاجر يهودي يدعى معا، واشترط علي أن أعيد المبلغ وفوقه النصف. خالي، أتتعامل بالربا يا خالي؟ قلت لنفسي علي أن أكسب أكثر، أبقي لنفسي شيئا وأصرف على أهلي بالباقي. لكن القافلة تعرضت للسطو وذهب الجمل بما حمل. حانت مدة السداد وبات التاجر يطالبني. بعت كل شيء، لم أبق شيئا. سددت قسطا وما زال علي الكثير، وبات التاجر يطالبني بزيادة عن كل يوم أتأخر بالسداد عليه. إيه يا مالك، كم أطوق أن أعود للصحراء أعيش بينكم، بين أهلي. ولم لا تفعل؟ لا أستطيع. إن رحلت سيشكوني لصاحب الشرطة. أو يعترف على نفسه بأنه يأكل الربا. لن يفعل. سيقول إن له دينا برقبتي ولم أسدده، وأنا لا أستطيع الإنكار. لا أستطيع أن أتحدث عن الفائدة أيضا. خالي،
غالي، خذ هذا الخاتم وبعه، وسدد ما عليك من الديون أو بعضا منها، وأعطني الباقي كي أشتري بعض الحاجيات إلى أهلي. ومن أين لك هذا الخاتم؟ وجده بعض صحبي وطلبوا مني أن أبيعه ونتقاسم ثمنه. وكيف ستسدد لهم ما عليك؟ لا عليك، إنهم صحبي وسيقدرون الموقف. لكن يا بني لا أفهم بالجواهر وأسعارها. بيعه لمن يدفع أكثر. خذ هذا، بيعه في البصرة، يعينك على ما أنت مقبل عليه. أنا لست بقاتل. السلام عليكم. عليك السلام. الغادر أبو بحر. شيعناه إلى أول قبيلة. تأخر مالك، واشتاقت العين لمقلتها. هذا يا هم يكفينا، فقد جفت ماقينا. كفى يا أم مالك، كفى كفى. أريد أن أبيع هذا الخاتم. لا بأس به. كم تريد ثمنه؟ لا علم لي، ورثته زوجي عن بعض أهلها. إنه خاتم قديم، وأخشى إن اشتريته منك كسد في وجهي. لا عليك، أنظر غيرك. لا بأس، لا بأس به. سأدفع لك 200 درهم. أفكر بالأمر وأعود إليك. كما تريد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أبيع هذا الخاتم. إنه صناعة بلاد فارس، ولا يوجد مثله في البصرة كلها. تمعن به. أشتريه منك ب1000 درهم. 1000 درهم؟ أنت
هل بقي لديك المزيد لتبيعه؟ لا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك. شو ضاف؟ ها؟ إنه الخاتم الذي كان مع أبي حردبة، عرفته منذ وقعت عيني عليه. أي خاتم؟ أنت كنت مصابا ولم تعي ما حصل. هذا الخاتم كان مع أحد التجار في القافلة، وقد أصبح من نصيب أبي حردبة. ترى من يكون هذا الرجل؟ لعمري إنه يعرف أبا حردبة وقد أعطاه الخاتم ليبيعه. نلاحقه فنعرف منه مكان أبي حردبة. ما لنا وبه الآن؟ نعرف ما الذي يفعله. ها هو. هيا نلحق ويحك، هذا عمران خال مالك بن الريب. أبا حردبة، أبا حردبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أخبار صاحبك؟ سمعته يذكر خاله عمران. البصرة إذن. هل سكنت نفسك؟ سكنت نفسي، نعم، أما عيني ولا أقول إلا ما قالت الخنساء. قد أن عينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار. كفى كفى يا أم مالك، كأنك ثكلته. أحسبه الآن في حال خيرا من حالنا، في سعة العيش ورغده. لماذا لست برفقة صاحبك؟ حال السادة والعبيد يا أمه، هو يأمر وأنا أطيع، ولا أخفيكما أهم باللحاق به. قل له إن العين اشتاقت لمقلتها. قل له ذلك يا ولدي، قل له ذلك يا ولدي. السلام عليكم. رافقتك السلامة يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقصى ما دفع لي 1500 درهم. كفيت ووفيت. خالي، بكم يطالبك التاجر؟ ما زال له في ذمتي 1000 درهم. لا عليك، هذه 1000 تعطيها للتاجر، وأشهد عليه بعض الناس بأنك ستسدد له الباقي قريبا. أيعقل هذا؟ لا عليك، لا عليك. أعطي هذه الآن وسنفكر فيما بعد. بوركت. سأذهب إليه، لن أتأخر. خالي، عندما تعود لن تراني هنا. سنلتقي في الصحراء قريبا. في أمان الله. في أمان الله. لا بد أن أبا حردبة في الداخل. هيا لنذهب فنطرق الباب. أجننت؟ وما أدرانا أن أبا حردبة في الداخل. نطرق الباب فتخرج إلينا زوجته ونوقع أنفسنا بما لا يحمد عقباه. صدقت. وما العمل إذن؟ ننتظر، إما
أن يخرج أبو حردبة أو يعود الرجل فيفتح لنا الباب. مالك؟ السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعلم بانشغالكم في أمور الحكم والسياسة. لنا أصحاب خرجوا في تجارة إلى الشام، وقد انقطعت عنهم الأخبار ولم نعلم أين هم الآن. ومتى كان ذلك؟ وصلتنا الأخبار أنهم خرجوا من الشام منذ مدة، فكان الأحسن بهم أن يكونوا بيننا منذ أيام. لقد ازدادت المجاعة واتسعت رقعتها، ومعها يكثر الفتك والسرقات. إن ما أخشاه على أن تكون القوافل في غير مأمن من غارات اللصوص وقطاع الطريق. لا نسمح بأن يحدث هذا. سنجدهم مهما كلفنا هذا الأمر، وإن كان هناك من اعتدى على قافلتهم فسيكون عبرة لمن اعتبر. أين الدار؟ من هنا.